مساء الفل. ابراهيم عادل الاحتراف بتاعه فشل خلاص، بيراميدز رفض العرض بتاع ختافي والموضوع ايه، باظ. طيب تعال نتكلم كده على بيراميدز. انت اخر طموحك ايه؟ يعني انت اخرك هتاخد كاس مصر النهارده لو كسبت زد، وخدت هتاخده كمان عشان ولا الاهلي ولا الزمالك موجودين معاك في النهائي. يعني لو الاهلي والزمالك فرقه منهم موجوده معاك في النهائي هيتحط عليك ومش هتاخد حاجه. فانت لو كسبت هتكسب علشان الاهلي والزمالك مش موجودين. غير كده ايه سياستك ولا اي حاجه؟ طب ما تخلي سياستك يا راجل يا تقي يا نادي يا محترم، تطلع ناشئين وتطلع بره تحترف، على الاقل هيبقى فيه سبب اللعيبه تروح لك. اه بناخدش بطولات بس بنلعب واسمنا في الملعب، ولما يجي لنا عروض احتراف بره بنروح وبنحترف بره. لا، حتى ابراهيم عادل في الرمق ان هو يلعب بره، خلاص لا. طب انت كده تخلي مفيش حد اصلا يجي لك، ولا حتى مواهب صغيره عينها الاحتراف ان هي تجي لك، فانت كده خلاص قفلت السكه دي. تعال بقى لينا احنا بقى كزمالك بقى، الصلاة على النبي كده الكود اتفتح ويا ريته ما يتفتح. كل اللعيبه اللي احنا بنفاوضها لعيبه فري. احنا عايزين لعيبه ببلاش، مش عايزين لعيبه بفلوس. طب ما هو الفري ده النادي بتاعه مش عايزه، مش عايز يجدد له، فهو قاعد من غير نادي خلاص. او ساب النادي ومش عايز يجدد له وبيشوف نادي تاني، فيعني الاولى كان جدد لنادي، او اتخطف وراح نادي تاني. فانت برضو بتصمم تلعب على فئه لعيبه اللي هي شبه مشطبه عشان توفر فلوس. زي بن شرقي مثلا كده، موضوع بن شرقي ده انت عمال تحلب في الواد، تحلب فيه عشان تجيب اخره في الفلوس، واخر طلع بره. طب انت لو رحت اشتريت لعيب من اجنبي من اي نادي هتدفع له كام؟ مليون دولار، مليون ونص للنادي. وهو ياخد كام الواد اللي هيجي، اللاعب اللي هيجي ياخد كام؟ 500,000 في السنه. بعد كده قفلت لك 3 مليون في 3 سنين. طب ما تدي لبن شرقي مليون كل سنه، يبقى انت عندك لعيب انت عارفه وهو عارفك وعارف لعبك وعارف النادي وعارف كل حاجه وانت عارفه وانجزت ولعبت تقيل. ما تعرفش انت بيفكروا ازاي. كل تفكيرهم يروح يجيبوا احمد حسام ما اعرفش منين، ويجيبوا مدافع من زد ومدافع من الجونه ووينج شمال باك شمال مش عارف بتاع سيراميكا. يا عم ايه يا جدعان، ده الاهلي دلوقتي وصل لمرحله رفاهيه الاختيار في اللعيبه. يعني ما بيجيبش لعيبه خلاص، لا ده رفاهيه اختيار، اللي هو ايه، شراء غناوه. اللي هو لا انا مش عايز ده، لا اشوف ده، لا اشوف اللي احسن منه، اشوف ده، اشوف بينقي خلاص. اللي هو اصلا محل اللي هو ايه، ما بيجيبش 3 4 5 6 7 لعيبه كده في كل موسم وبتاع، لا يجيب لك 3 4 لعيبه ماشي، بس شوف عاملين ازاي. فانت الاهلي وصل لمرحله من شبه الكمال للقائمه بتاعته واللعيبه بتاعته. انت مش عارف. انت الحمد لله مشيت رؤى ماشي، وهتمشي مهاب ياسر، واعاره زياد كمان هتفكسها ويرجع تاني. طب انت بتجيب مين بقى زيهم برضو؟ يعني انت بتشيل ده وتجيب زيهم، وهنفضل في نفس الدايره دي ماشيين 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 ماشيين، هي ما بتخلصش. لان انت بتبص على كواليتي لعيبه اخرها تجيب لك رابع في الدوري، هي اخرها تلعبك كونفدراليه وتكسب كونفدراليه لا. فانت بتارجت لعيبه بتاع مستوى معين. الاهلي بيتارجت لعيبه عشان كاس العالم للانديه، مش بقى دوري وكاس والهري ده، لا بيتارجت لعيبه عشان كاس العالم للانديه. انت بتارجت لعيبه عشان مركز رابع. انت متخيل البؤس اللي انت فيه؟ يعني انت لو عايز بقى تاخد اول وتاني عشان تاخد دوري، او مركز تاني عشان تلعب في افريقيا وتنافس في افريقيا والكلام ده كله، انت بعيد. انت بعيد قوي 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 من اللي انت بتعمله ده. يعني مفيش سياسه موجوده ومحطوطه للعيبه. واحد كان بيطلع يقعد يجعجع هو لوحده اللي بيتكلم. هناك الجداد كلهم بيتكلموا الصلاة على النبي، مفيش واحد فيهم ساكت. التاني كان بيجيب بال 18 لعيب، هو برضه بيجيب برضه بكبش لعيبه. مفيش بس غير عبد الله السعيد وناصر ماهر، دول اللي احنا عارفينهم، وهم يعني كده كده مش انديته مش عايزاهم وبتاع وخدناه. هم كده كده عايزين يجوا لهم كام سنه، فانت ما عملتش انجاز. ولعب معاك في الدوري وبرضه خدت رابع، ولا مش عارف خدت سابع ولا خدت ايه. فيعني لو فضلنا بنفس النهج بتاع الاداره اللي احنا ماشيين عليه، احنا هنفضل في المنطقة الدافئة اللي هي مركز الرابع والخامس، ولو لعبت كونفدرالية والحاجات دي كلها. شكرا.